هو ينفع نعدي رمضان كده من غير ما ناكل سمبوسك؟ انا عايزه اقول لكم ان انا النهارده هعمل لكم حشوه السمبوسك غير تقليديه بالمره. حشوه سهله وسريعه، وبصوا موفره جدا. تعالوا بقى نشوف الطريقه الحلوه وازاي هنعمل احلى سمبوسك بالجبنه. انا هنا جبت الكسرولة او اي حله بقى، حطيت فيها مكعب من الزبده ونزلت عليه بمعلقتين من الدقيق، وهشوح المعلقتين من الدقيق وهسويهم مع الزبده. يعني اقلب كويس قوي على النار، كل ده على النار، انا بس بعمل قدامكم على الكاونتر. لكن كل ده بيتعمل على النار. بعد كده لما الدقيق يستوي معايا والزبدة تختفي تماما، بنزل بكوباية من الحليب وبقلبها برضك مع الدقيق كده. وبعد كده ببدأ ان انا انزل بكوباية من الجبنة الموتزاريلا، او مش كوباية قوي، احنا ممكن نحط كده بشوية بايدينا وبس. خلاص بندوب كل ده على النار، بتلاقي الموتزاريلا بتاعتك ساحت معاكي. وطبعا يفضل انت تستخدمي نوع موتزاريلا هيكون كويس وبيسيح وبيمط كويس. بصوا بقى، هبدأ ان انا كده اقلب كويس قوي. شايفين بقى المطة؟ هتلاقوا المطة الحلوة دي اي نوع جبنة بقى عندك استخدميه، خطيرة. هي دي حشوة السمبوسك. طبعا مش هننسى ان احنا نضيف لها حبة البركة. حبة البركة بقى في السمبوسك بتودي السمبوسك في حتة تانية، سواء عجينة السمبوسك البف او السمبوسك اللف. وطبعا هنعمل كل الطرق دي ان شاء الله. لسه رمضان قدامنا وقت طويل، هنقدر نعمل فيه كل الوصفات الحلوة دي. حبة البركة بقى على الكسرولة كده او على الجبنة، وقلبي كويس قوي وسيبها بقى تبرد خالص لحد ما تبدأي تشكليها. سمبوسك بقى لف او سمبوسك بف. وطبعا سمبوسك البف بنعجن لها عجينة وبنعملها وبنخمرها وبنستخدمها. لكن السمبوسك اللف اللي احنا بنشتريها من بره لفة كده نص كيلو مثلا، او في ناس بتعملها في البيت. بصوا بقى اللي شايفين ما شاء الله حلو قوي. انا لفيتها هنا في السمبوسك اللف. وعايزه اقول لكم كانت طعمها في منتهى الجمال، خفيفه وطعمها حلو قوي قوي. وبصوا يعني كانت كريمي بطريقه مش طبيعيه. لازم تجربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. طبعا انا قليت السمبوسك في زيت عادي جدا خالص. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسيش اللايك والشير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.